عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده بقى بنصور من شاطئ ستانلي بعد ارتفاع الامواج اللي كان حاصل في الشاطئ. الناس كلها في الشاطئ رغم ارتفاع الامواج. بصوا قد ايه الموج مرتفع. الجزء ده بيبين جدا ان الامواج مرتفعه داخل شاطئ ستانلي، ولكن في طبعا انقاذ في الشاطئ هنا. فمعظم الناس نزلت البحر ولكن بالقرب من الشاطئ زي ما حضراتكم شايفين. اللي امامنا دي كباين ستانلي، وسعر الكابينه لليوم 350 جنيه، والكابينه بتكفي ل4 افراد، ولو حضراتكم معاكم افراد زياده بيقدروا يقطعوا تذكره ب25 جنيه. طبعا سعر تذكرة دخول شاطئ ستانلي 25 جنيه شامل كل الخدمات. الكافيه اللي امامنا ده كافيه مورانو اللي هو في منتصف الشاطئ. طبعا الكافيه ده الوحيد اللي كان شغال اثناء اغلاق جميع شواطئ اسكندرية، وكنا صورنا اثناء اغلاق الشواطئ ووريتكم قد ايه المية طلعت لحد الكافيه فوق وغرقت الدنيا. كان في طبعا ارتفاع كبير جدا في الامواج نتيجة لظاهرة ملتم اللي كانت موجودة في أغسطس ومستمرة معانا شوية هنا. طبعا لأن الشاطئ شاطئ ستانلي ده شاطئ مفتوح، فطبعا الأمواج لما بتكون عالية جدا بتبان في الشواطئ المفتوحة. الناس طبعا بتستمتع بالأجواء في شواطئ اسكندرية برغم ارتفاع الأمواج، بس كلهم بالقرب من الشاطئ، لان الانقاذ على طول اول ما بيلاقي حد دخل جوه بيصفر وبيطلعهم بره. في طبعا كمان بدال، بص سامعين بقى الصفاره، في بدال كمان تقدروا تأجروه تستمتعوا بالاجواء. وطبعا شايفين قد ايه في زحام كبير جدا في شاطئ ستانلي بعد ما كان الشاطئ مغلق وكان في ارتفاع كبير جدا في الامواج. نقدر نقول كده عودة شاطئ ستانلي مرة تانية للحياة. موجودين فين؟ موجودين اعلى كوبري ستانلي زي ما حضراتكم شايفين. كل بقى الناس اللي سألتني عن ان الشواطئ شغالة ولا لا، الناس اللي من خارج المحافظات زي ما حضراتكم شايفين الشواطئ كلها شغالة، ولكن الناس اللي مش بتحب الامواج المرتفعه تقدروا تروحوا شواطئ شرق اسكندريه فيها حواجز للامواج وتستمتعوا باجواء الصيف. وخلاص بقى قبل عوده الدراسه، كل سنه وحضراتكم طيبين. كان لازم اجي واتابع مع حضراتكم بعد ارتفاع الامواج. انا ما جيتش صورت مره تانية. لو لسه بقى ما شفتوش الفيديو هتلاقوه موجود على القناة. اثناء ارتفاع الامواج كان الموضوع صعب جدا. هتلاقوا كل الفيديوهات اللي صورتها اثناء ارتفاع الامواج موجودة على القناة، وفي كمان فيديو اثناء اغلاق جميع شواطئ اسكندرية موجود برضو على القناة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم سعر تذكرة الدخول هنا 25 جنيه شامل كل الخدمات. بصوا في ناس اهي قاعده في الكباين. الناس بقى بتأجر الكابينه لمده يوم، طبعا بتبقوا فيها على حريتكم اكتر، يعني تقدروا بقى يعني تغيروا هدومكم براحتكم، تنزلوا الشاطئ، تاكلوا، تعملوا اي حاجه في الكابينه طول اليوم ب 350 جنيه. ودي كده اجواء شاطئ ستانلي. برضو لسه في ارتفاع في الامواج، ولكن طبعا الامواج اخف جدا عن الفترة اللي فاتت. الموضوع كان صعب جدا حقيقي. يعني مش قادرة اقول لكم ارتفاع الموج وصل ل 3.5 متر، وكان الموضوع صعب جدا. دلوقتي اخف بكتير عن الفترة اللي فاتت، وعشان كده الناس بقى ايه رجعت تستمتع بالاجواء تاني داخل شاطئ ستانلي. او الانقاذ بيصفر مرة تانية. طبعا هنا الاشارة قفلت، تقدروا بقى تعدوا من خلال الاشارة، محدش بقى يعدي عشوائي. بصوا خلاص كده كل الناس بقى بتعدي اول ما الاشارة بتقفل، وفي ناس كمان بتاخد صور تذكارية اعلى كوبري ستانلي اول ما الاشارة تقفل.
على فكرة سبب تسمية حي ستانلي بالاسم ده نسبة لرحالة بريطاني اسمه هنري مورتن ستانلي. هو السبب في اكتشاف منابع نهر النيل، وتقديرا يعني لجهوده سموا الحي ده على اسمه، بس اختصروا طبعا الاسم سموه ستانلي. والرحالة ده كان ساهم في رسم خريطة أفريقيا، وتخليدا بقى لجهوده سموا الحي ده اللي احنا فيه حاليا دلوقتي ستانلي على اسمه. شايفين بقى قد ايه الأجواء جميلة جدا في اسكندرية، والناس بتستمتع بأجواء الصيف قبل طبعا عودة المدارس. بالنسبة بقى لكوبري ستانلي تم افتتاحه عام 2001، وعلى فكرة أنا سايبة لحضراتكم صور على الفيسبوك أثناء إنشاء كوبري ستانلي. اللي مش متابعني بقى على صفحة الفيسبوك هتلاقوا صفحتي موجودة على وصف القناة، هتلاقوها موجودة في لمحة. ادخلوا اشتركوا في صفحة الفيسبوك وهتشوفوا فيها كل طبعا أي حاجة بنزلها. بالنسبة بقى لكوبري ستانلي تم إنشاؤه 2001، وطبعا في اتجاه واحد موازي للكورنيش عشان يسهل حركة المرور. وطول الكوبري 400 متر، وعرض الكوبري 21 متر. حبيت بقى انقل لحضراتكم اجواء شاطئ ستانلي عشان الناس بقى اللي مش عارفه ان الشواطئ رجعت. الشواطئ رجعت وشغاله معانا، وده كده شاطئ ستانلي خلاص كده. لحد كده خلص الفيديو بتاعنا النهارده. هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.